في باريس عام 2015 تم إلقاء القبض على رجل وامرأتين لقيامهم بنفخ مادة بيضاء في وجوه الناس، مما تسبب في وقوع الضحايا تحت تأثير المخدر وتسليم مجوهراتهم وأموالهم للشرطة. عصابة عن طيب خاطر. في وقت لاحق تم اكتشاف أن هذه المادة البيضاء لم تكن سوى مخدر سكوبولامين المعروف بتأثيراته الغريبة على ضحاياه. أيضا في عام 2018 تلقت مجموعة من المسافرين طردا يحتوي على مسحوق أبيض. استنشقوا الضحايا معتقدين أن المادة من الكوكايين، وبدأوا يعانون من آثار جانبية بما في ذلك المرض والشلل والهلوسة. تم الكشف عن أن المادة البيضاء قد وضعت داخل قطعة من الورق تحمل اسم السكوب، التي يمكن أن تشير إلى سكوبولامين أو هيوسين، وهو دواء يستخدم لعلاج دوار الحركة. قال أحد الضحايا: كانوا يهجرون وكان نبضهم سريعا، وتعين وضع العديد منهم في العناية المركزة، حيث كان موتهم مؤكدا دون تدخل طبي. وسلطت مجلة نيوزويك الضوء على غرابة هذا الحادث، حيث أن سكوبولامين المعروف أيضا باسم نفس الشيطان يستخدم للوقاية من الغثيان الناتج عن التخدير، ويساعد على تهدئة عضلات المعدة، لكنه يأتي مع آثار جانبية مثل عدم وضوح الرؤية أو فقدان الذاكرة أو تغيرات في ضربات القلب، مما يسبب الكثير من القلق، وله آثار أسوأ من الجمرة الخبيثة. وفقا لتقرير صادر عام 2014 عن وزارة الخارجية الأمريكية، يتسبب سكوبولامين في وقوع حوادث لأكثر من 50,000 شخص سنويا في كولومبيا، وغالبا ما يستهدف الرجال الذين يبدون أثرياء من قبل النساء في النوادي الليلية والحانات. يعد سكوبولامين أخطر المخدرات، ويستخدمه المجرمون لمحو ذكريات ضحاياه وسرقة إرادتهم. مشتق من أشجار بوراشيرو الشائعة في بوغوتا، كولومبيا، والمعروفة محليا باسم احصل على مشروبك، تشتهر هذه الأشجار في المناطق الريفية، حيث تحذر الأمهات أطفالهن من النوم تحت أزهارها البيضاء والصفراء المخادعة، أو اللعب ببذورها أو أزهارها، نظرا لمخاطره. تم إنتاج فيلم وثائقي مدته 35 دقيقة بعنوان أخطر مخدرات في العالم. تقدم العصابات للضحايا هدايا مثل العلكة أو قطعة من الشوكولاتة أو مشروبا أو غبارا منثورا على قطعة من الورق، كما تفعل العصابات في كولومبيا. يستيقظ الضحايا في حالة الذهول في مكان بعيد وغير قادرين على تذكر ما حدث. سرعان ما يكتشف الناس أنهم ربما سلموا مجوهراتهم أو أموالهم أو مفاتيح سياراتهم، وفي بعض الحالات قاموا حتى بسحب أموال من حساباتهم المصرفية لمهاجميهم، كما روى الشاب من نابولي لصحيفة ديلي ميل: هذا ما حدث لعمتي وهي مرأة في أواخر الستينيات من عمرها، تم تخديرها بمسحوق معين تمرشه على وجهها، واقتيدت إلى البنك الدولي، حيث أفرغت حسابها المصرفي عن طيب خاطر له لمتستطع تذكر الشخص بعد ذلك. وفقا للمتخصصين، تتشكل الذكريات في الدماغ بواسطة إنزيم يسمى أستيل كولين، وعندما يدخل سكوبولامين إلى بطانة الدماغ فإنه يتنافس مع إنزيم تكوين الذاكرة هذا ويتغلب عليه ويمنع مستقبلاته من العمل في الدماغ، وبالتالي يفشل آلية تكوين الذاكرة. يقول الدكتور كاميلو أوريبي الخبير في المخدرات والمخدرات: عندما يكون شخص ما تحت تأثير أي مخدر أو مخدر للتنويم المغناطيسي فإنه عادة ما يتذكر ما حدث، ومع ذلك فمع سكوبولامين لا يكون ذلك ممكنا، لأن الذاكرة لا يتم تسجيلها أبدا. في أوائل القرن العشرين بدأ الأطباء في استخدام سكوبولامين إلى جانب المورفين والكلوروفورم للحث على النوم الغسقي أثناء الولادة حتى لا تشعر النساء بآلام المخاض.
وشملت الآثار على النساء النعاس والارتباك والهلوس وفقدان الذاكرة بعد زوال تأثير المخدر، حيث تستيقظ الأمهات بعد الولادة غير قادرات على تذكر ما حدث. ووفقا لتقرير صادر عام 1922 عن وكالة المخابرات المركزية، فقد تم استخدام العقار في استجواب المشتبه بهم. وأكدت وكالة المخابرات المركزية أنه تم استبعاد مصلى الحقيقة نظرا لآثارها الجانبية غير المرغوب فيها. وعلى الرغم من أن النسبة الصغيرة فقط من عمليات الاستجواب تضمنت استخدام مصلى الحقيقة، تشير الدلائل إلى أن بعض قوات الأمن قد لا تستخدم المصل إلى حدمة. كما أكد ضابط من أن مصلى الحقيقة يفقد فعاليتها أحيانا في انتزاع اعترافات من المشتبه بهم.